السلام عليكم متتبعي الأوفياء، مرحبا بكم معي اليوم في وصفة جديدة. اليوم غنحضر معكم كغطان ديال الباذنجان سهل بزاف وكيتحضر بسرعة. اذا ندوزو المقادير. هنا خديت 3 ديال الحبات ديال الباذنجان، قطعتهم على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، ما يكونوش رقاقين وما يكونوش سماكين بزاف. هنا خديت لاطه ديال الفرن، فرشت فيها ورق الطبخ، غادي نستف فيها هاد الدوائر ديال الباذنجان بهذا الشكل هذا. غادي نستفهم فوق منها وغادي ندهنهم بالزيت من الجوانب بجوج. فباش يكون هاد الباذنجان صحي كيف كنعرفوا كيشرب الزيت بزاف ملي كيتقلى، فانا فضلت انني نديرو يطيب في الفران. كندهنو غير بشويه الزيت وكندخلو الفران حتى كيطيب، وعاد كنحيدو كيجي صراحه بحال اللي مقلي وفي نفس الوقت كيبقى صحي. انتم الا بغيتو تقليوه فكيبقى لكم الاختيار، فانا فضلت انني نديرو في الفران. اذا كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنساليهم كاملين هذوك الدوائر، وغادي ندخلهم للفران، نخليهم من الفوق ومن بعد نهبطهم لتحت. اذا هنا بهذا الشكل غادي ندهنهم بالزيت من الجوانب بجوج، زيت المائده طبعا. الا بغيتو ديروا زيت العود فماشي مشكل. اذا بهذا الشكل هذا فهنا من بعد ما ساليتهم كنرشهم بشويه ديال الملح وغادي ندخلهم للفران حتى يطيبوا. ريت ما يطيبوا غادي ندوزو باش نوجدو لاصوص طوماط اللي غادي نديرو في هذا الكغاطان. عفوا، غادي نقلي بطاطا اللي غادي ندير في هذا الكغاطان. بالنسبه لي انا قليت بطاطا. الا بغيتو تكون الوصفه صحيه 100% فتقدروا انكم تسلقوا بطاطا وتخرجوها من الفران، دهنوها تسلقوا بطاطا وتصفيوها، دهنوها بشويه الزيت، وكذلك تدخلوها الفران كيف ما درت الباذنجان باش هكا كتكون الوصفه صحيه 100%. اذا هنا من بعد ما خرجت داك الباذنجان من الفران هذا هو الشكل ديالو كيف شفتوا معايا، طايب وما كيجيش شارب الزيت. كيف قلت لكم الا بغيتو الوصفه صحيه فضروري انكم بطاطس تسلقوها حتى هي. هنايا في مقلاة غادي ندير شويه ديال زيت العود، غادي نضيف عليها واحد 3 ديال الحبات ديال الطماطم محكوكين، 2 فصوص ديال الثوم، وغادي نضيف عليها بالنسبه للتوابل شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال فلفل احمر حلو ولا بابريكا. وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال الزعتر كذلك، فالزعتر كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين. اذا بهذا الشكل هذا غادي نحرك هاد لاصوص ديالي، وهكا كيكونوا هادو هما المكونات اللي كندير فيها. فبالنسبه لهاد لاصوص هادي راه عندها بزاف ديال الاستعمالات، تقدروا تستعملوها في بيتزا مثلا بحال هاد الشكل هذا في الكغاتان في اي حاجه. اذا هنا غادي نستمر في التحريك. لما توجد لاصوص غنطفي عليها النار وندوزو المرحله المواليه. اذا هنا كيف شفتوا معايا لاصوص ديالي راه تقريبا واجده، غنخليها غير تنشف شويه وصافي غادي نحيدها من على النار. فضروري انكم ما تخليوش فيها الماء باش ما تطلق لكمش الماء في الكغاطا.
اذا هنا بالنسبه للمكونات الاخرين، هذيك بطاطا اللي قليت وديك صوص طوماط، هنا خديت شي شويه ديال لانشون قطعته على هذا الشكل هذا، وكذلك خديت دوائر ديال الباذنجان اللي ديجا طيبته في الفران. الفرماج الخاص بالساندويتش 4 ديال البيضات. بالنسبه للفرماج تقدروا تستعملوا فرماج احمر او لا اي نوع متوفر عندكم، انا فقط متوفر عندي هذاك ديال الساندويتش فقضيت به. تقدروا انكم تضيفوا اي نوع ديال الفرماج اللي كتفضلوه، وحتى الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا انكم تكتفيوا بالبيض فقط. اذا هنا خديت المول الخاص بالكغاتان كنفرش فيه هذوك الدوائر ديال الباذنجان غير بشكل عشوائي، كنحاول ندير واحد الطبقه بهذا الشكل هذا. اذا هنا من بعد ما درت هاد الطبقه هذه بهذا الشكل هذا، غادي نضيف شويه من ديك لاصوص اللي ديجا وجدت معكم بهذا الشكل هذا. كذلك غادي نضيف ديك البطاطا اللي قليت على شكل مربعات بهذا الشكل. غادي نضيف كذلك شويه ديال المرتديلا اولا اي حاجه متوفره عندكم تقدروا انكم تضيفوها. اذا هنايا بالنسبه للطبقه الاخيره فكتبقى ديال الباذنجان. كنحاول انني نقادهم بهذا الشكل. وكذلك غادي نضيف واحد الطبقه اخرى ديال صوص طوماط. فبالنسبه لهذا الباذنجان كيجي لذيذ بزاف وكذلك صحي، غير هو الا بغيتوه صحي 100% بطاطا سلقوها وصفيوها من الماء، من بعد دهنوها بشويه ديال الزيت ودخلوها للفران. صراحه هذا الكغطان كيجي لذيذ بزاف بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الدنجال، فبهذه الطريقه هذه اكيد غادي يعجبهم، وحتى الوليدات كيعجبهم. اذا بهذا الشكل هذا انا خديت واحد الزلافه غادي نحاول نهرس فيها داك البيض، وغادي نضيف ليها شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. نحرك هاد المكونات مزيان وغادي نخويهم فوق هاد الكغاتان هذا بهذا الشكل هذا. وكذلك كنستف هذوك مربعات ديال الفرماج وندخلهم الفران، نخليو حتى يتحمر ويولي بهذا الشكل هذا. كيكون الكغاتان ديالنا واجد. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها كيف العاده وتعجبكم. كنقول لكم بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. اللي باقي ما تابوناش في القناه فما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد فضلا وليس امرا. من طبيعه الحال نتمنى انكم تخليو لي كذلك حتى لي كومونتير ديالكم، وإلا جربتوا هاد الوصفه فما تنساوش ما تنساوش انكم تردوا عليا في لي كومونتير. وبسلامه عليكم.